الساعة كانت تقترب من 9 مساء، وهي لا تزال جالسة في زاوية غرفة الانتظار، ترتجف من برودة التكييف ومن شيء آخر لا تستطيع تسميته. مرت أكثر من ساعتين منذ أن دخلت والدتها غرفة العمليات لإجراء جراحة طارئة، وهي تمسك بيد الهاتف كأنه حبل نجاة، تنتظر منه أي شيء، إسالة، اتصال، حتى إشعار بوجوده قريبا. لكن الهاتف بقي صامتا. كانت قد أبلغته في الصباح بصوت متعب أن والدتها نقلت للمستشفى فجأة. لم تطلب منه أن يأتي مباشرة، لم ترجى، لم تلح، فقط قالت الحقيقة كما هي، وانتظرت منذ بداية علاقتهما كانت تعتقد أن هناك أشياء لا تحتاج إلى شرح، أن المحبة تعني الحضور، أن القرب يقاس بالفعل لا بالكلمات. لكن مع الوقت بدأت تلاحظ أنه يظهر فقط حين يكون كل شيء مريحا، ويختفي حين تصبح الأمور ثقيلة. كل مرة احتجت فيها دعمه جاء متأخرا، إن جاء أصلا. مع ذلك تمسكت به. بررت غيابه بالانشغال وقلة اهتمامه بالضغوطات. قالت لنفسها إن الناس تختلف، وإن الحب لا يقاس فقط بالمواقف. لكن تلك الليلة كانت مختلفة. هي لم تكن فقط في المستشفى، بل كانت في قلب خوفها الأول، أن تفقد والدتها وتبقى وحدها. الوجوه حولها متوترة، الممرات باردة، وهي في ثوب بسيط بشعر غير مرتب وعينين متورمتين من السهر. كانت تحتاج إلى شيء واحد فقط، أن تراه يدخل حتى لو لم يقل شيئا، أن يجلس إلى جانبها يمسك يدها فقط ليخبرها بحضوره أنها ليست وحدها. لكنه لم يأتي. في الساعة 10 دخل الطبيب وقال إن العملية انتهت وإن الحالة مستقرة. شعرت بانفراج خفيف، لكن الحزن لم يغادرها، ليس لأن والدتها بخير، بل لأن الغصة بقيت في صدرها. أين هو؟ لماذا لم يسأل؟ لماذا لم يظهر؟ فتحت هاتفها لتجد شيئا واحدا، لا رسالة، لا مكالمة، لا حتى إشعار عابر. لكن ما ظهر فجأة كان أسوأ. صورة على تطبيق إنستغرام نشرها أحد معارفه، تظهر فيها طاولة مزينة وورود بيضاء وخواتم. في المنتصف هو يقف بجانب فتاة تبتسم بثقة، والخلفية تحمل عبارة واضحة: تمت الخطوبة. هو الرجل الذي كانت تنتظره في المستشفى، يحتفل الآن بخطوبته على أخرى. في اللحظة التي ظهرت فيها الصورة شعرت كأن الهواء اختفى من الغرفة. لم يكن هنالك صراخ ولا دموع مفاجئة، بل شيء أعمق، ذهول ثقيل يشبه الغرق البطيء. هي لم تكن تنتظر فارس أحلام، لم تكن تطلب وعدا بالزواج، ولا حتى. كل ما أرادته في تلك الليلة بعد ساعات من القلق والانتظار هو أن يظهر ولو للحظة ليقول دون كلام: أنا هنا. لكن بدلا من ذلك تلقت صدمة. الوجه الذي كانت تربطه بالأمان ظهر في مكان آخر، يبتسم، يحتفل، يضع خاتما على يد ليست يدها. مرت دقائق طويلة وهي تحدق بالصورة دون أن ترمش، كأن عقلها يرفض التصديق، كأن قلبها ينتظر أن تكذب عينها. لكن الزوايا كانت واضحة، التعبيرات حقيقية، والعبارة المكتوبة في الخلفية لم تترك مجالا للشك. بدأت الذكريات تتساقط فوقها كحجارة. تلك المكالمة التي أنهاها بسرعة قبل أيام، ذلك اليوم الذي تغيب فيه دون سبب وادعى ظلم، تلك النظرات الغامضة، الردود المقتضبة، الانسحابات غير المبررة. كل شيء كان أمامها، لكنها لم ترى، لا لأنها ساذجة، بل لأنها أحبت بصدق. والمحب الصادق لا يبحث عن الخيانة، بل يهرب منها، يبرر ويصمت حتى يقع. في الليلة نفسها جلست قرب سرير والدتها، تمسك بيدها النائمة، تشعر بالخجل، لا من أمها بل من نفسها، من صبرها، من تمسكها، من إنكارها الطويل. تذكرت الرسائل التي كانت تمحوها بسرعة خوفا من أن يساء فهم العلاقة. تذكرت كيف كانت تبرر للآخرين غيابه، كيف كانت تبتسم حين يذكر اسمه، وكيف كانت تقرأ كلامه مرارا وكأنه قصيدة.
والآن كل ذلك يبدو سخيفاً، لكن وسط الألم وداخل الفراغ ولدت لحظة وعي حقيقية. هي لم تخسر شيئاً، هو الذي خسر. امرأة وقفت بجانبه دون شروط، دون مطالب. في اليوم التالي مسحت رقمه، حذفت الصور، أغلقت ملف الذكريات. لم تبكي كثيراً، لكنها كتبت لنفسها لا له جملة واحدة: أحياناً لا يكسر القلب من الفقد، بل من الفهم المتأخر. مرت أيام، ثم أسابيع. عادت للحياة بخطى هادئة، لكنها واثقة. قررت أن لا تغلق قلبها، بل أن تحميه، ليس بالحذر المفرط، بل بالبصيرة. وفي كل مرة ترى وردة بيضاء، لا تتذكر خطوبته، بل تتذكر ليلتها تلك، حين ظنت أنها انتهت، لكنها بدأت فعلاً.